السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من على خطى الحبيب. تخيلوا انكم مثلا تعملوا ذنب لكن الملك ما يكتبوش، يستنى شوية كأنه بيقول لنا استغفروا بسرعة، يمكن ربك يعفو عنك قبل ما اسجلها. عارفين يعني ايه؟ يعني رحمة ربنا اوسع من ذنوبنا كلها. في ذنب ممكن يتمسح قبل حتى ما يتكتب. ازاي؟ تعالوا نشوف القصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، وإلا كتبت واحدة. يعني الملك اللي بيكتب السيئات ما بيسجلش الذنب فورا، بيمهلك وقت يمكن تندم أو تستغفر، ولو استغفرت الذنب بيتشال تماما كأنك مغلطتش أصلا. شوفوا رحمة ربنا قد إيه، حتى السيئة بيأجلها يمكن قلبك يصحى وتستغفر. ربنا مش بس بيغفر الذنب، ده كمان بيضاعف الحسنات. ربنا سبحانه وتعالى قال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يعني الحسنة ب10 أمثالها والسيئة واحدة بس، وربنا كمان ممكن يمحوها بالتوبة الصادقة. بل في بعض الأعمال الحسنة ممكن تتضاعف أكتر من كده بكتير. ربنا سبحانه وتعالى قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يعني ممكن حسنة واحدة تبقى ب700 حسنة، وربنا طبعا بيضاعف لمن يشاء. تخيل ذنب ممكن يتشال، وحسنة واحدة ممكن تتضاعف أضعاف أكتر مما نتخيل. متخيلين كرم ربنا علينا قد ايه؟ لكن في نوع خطير جدا من الذنوب ربنا بيحذر منه بشدة، وهو ايه؟ الجهر بالمعصية. يعني ان احنا نعمل الذنب ونتكلم عنه او نفتخر بيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي معافى الا المجاهرين. يعني ايه؟ يعني اللي يغلط في السر ممكن ربنا يعفو عنه لو تاب توبة صادقة، لكن اللي يجهر بالذنب ويعلنه كأنه بيقول للناس شوفوا أنا عصيت ربنا عادي. أمثلة على كده، يعني واحد يعمل ذنب وبعدين يحكي لأصحابه ويفتخر عادي بالحاجة اللي هو عملها غلط، أو ينشر حاجة محرمة على السوشيال ميديا ويخلي غيره يشوف ويتأثر، طبعا هو كده بياخد ذنوب طبعا جارية. أو يسخر مثلا من الطاعة والالتزام علنا. الناس دي بتحرم نفسها من ستر ربنا، بل وبتاخد اسم كل اللي قلدها بعد كده. فخلوا بالكوا، لأن الجهر بالمعصية مش ذنب واحد، ده باب بيفتح ليك ذنوب كتيرة جدا. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: واتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني لو غلطت ما تيأسش، اعمل بعدها حاجة كويسة. يعني مثلا صلي ركعتين، تصدق، قول ذكر، أو حتى سامح حد ظلمك. كل دي حسنات بتمحي السيئات. وربنا قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. دي مش مجرد آية، دي قاعدة ربانية بتمسح الماضي وتفتح لينا صفحة جديدة. فالعمل اللي بتمسحه الملائكة قبل ما يتسجل هو الذنب اللي بتلحقه بسرعة بتوبة صادقة أو حسنة تمحيه. مفيش إنسان ما بيغلطش، لكن الفرق بين إن الذنب يكتب أو يتمسح كلمة واحدة بتقولها من قلبك: استغفر الله وأتوب إليه. رحمة ربنا وسعت كل شيء، فما تيأسش مهما عملت، لأن باب المغفرة مفتوح طول ما قلبك لسه بيدق. يا رب ارزقنا قلبا لا يقسو بعد الذنب، ولسانا لا يمل من الاستغفار، وسترا منك لا يكشف، وارزقنا يا رب حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. وبكده خلصت حلقة النهاردة، واستنوني في حلقة جديدة من على خطى الحبيب.